عايزة تعملي البيتي فور في البيت وعايزة تعملي سابليه ومش عارفة، محتاجة مكنة ومحتاجة إمكانيات كتيرة والإمكانيات دي مش عندِك، تعالي النهارده نعمل بأسهل وأبسط طريقة، هنعمل طبق حلو خطير جدًا هيغطي على كل حلويات العيد، يعني هيغطي على الكحك وعلى البسكوت كمان، ما فيش حد أبدًا هيصدق إن أنتِ عاملاه في البيت، من غير مكنة، من غير سمنة بلدي، من غير زبدة، بإمكانيات بسيطة جدًا، وبطريقة حلوة أوي هتطلّعي الشكل الخطير ده. يالّا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جهزت طبق غويط، وفي الطبق دوت هنزل ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل عليها كده بمعلقتين كبار من السكر، وكمان معلقة صغيرة كده من الفانيليا السايلة أو 2 باكت كده من الفانيليا الباودر، وهربهم واضربهم مع بعض كويس جدا كده لغاية ما احس ان السكر داب واللون افتح معايا. بعد كده هنزل بنص كوباية من الزيت، وهبدأ أخلط الزيت دوت مع المكونات دي. معايا بقى علبة من الزبادي، والزبادي هنا هتدّيني طعم حلو أوي، مع المكونات يا جماعة هتقدروا توصلوا للطعم الجميل اللي أنا باحاول أوصفه لكم، لإن بجد لازم تجربوه. هاضرب الزبادي دي كويس جدًا لغاية ما التكتلات بتاعتها تفُك تمامًا في المواد السايلة دي، وبعد كده هانزل على طول بمعلقتين كبار هرميين كده من الحليب البودر، وبرضه هنا الحليب البودر بيدّي طعم حلو أوي، ذرة صغيرة بقى من الملح، وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. دلوقتي بقى هانزل بكوباية من دقيق السميد أو دقيق البسبوسة اللي هو ما فيهوش جوز الهند. وهاخلط بقى دقيق السميد ده مع المكونات، ومش قادرة أقول لكم الريحة عاملة إزاي، ريحة المكونات مع بعض حلوة أوي، الزبادي مع الحليب البودر مع دقيق السميد تحفة. دلوقتي بقى نزلت بمعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وكمان كوباية كده برضه بنفس الكوباية اللي عايرت بيها دقيق السميد، عايرت بيها دقيق أبيض، وهابدأ أخلط المكونات دي مع بعض كويس جدًا. لو حسيت إن المكونات دي طرية، هابدأ أنزل كده معلقتين من الدقيق الأبيض، يعني ممكن بأقصى حاجة أنزل بربع كوباية من الدقيق الأبيض. بُصّوا أنا مجهّزة ربع كوباية وهابدأ أنزل بيها كده شوية بشوية، لغاية ما أحس كده إن المكونات دي اتلمِّت معايا كده وبقت مش بتلزق وقابلة للتشكيل. بُصّوا كده نزلت حوالي ب3 معالق كبار، بانزل بيها كده شوية بشوية. بُصّوا كده ما فيش حاجة لازقة في الطبق وخلاص هي قابلة للتشكيل. بُصّوا بامسكها كده مش بتلزق في إيدي، جهّزت بقى صاج نزلت كده بالصاج كده بمعلقة من الزيت علشان مش عايزة حاجة تلزق خالص في الصاج، دهنت الصاج معلقة من الزيت كويس جدًا، وجهّزت بقى طبق تاني فيه فول سوداني مجروش، سوداني اللي هو سوداني الحلويات، ممكن تستخدمي أي نوع من أنواع المكسرات، يعني ممكن بندق، فستق، لوز، أي حاجة أنتِ بتفضّليها، أنا استخدمت السوداني هنا والسوداني كان طعمه حلو أوي، بدأت أشكِّل كده آخد قطعة صغيرة وأكوّرها وبعد كده أضغط عليها وأقفلها من الحروف وأنزل كده بوشّها في السوداني، والسوداني بيبقى ماسك فيها مش بيلزق ولا مش بيُقع ولا أي حاجة، يعني بيبقى لازق ومتماسك كده مع الحلويات بتاعتنا. بُصّوا بقى طريقة التشكيل سهلة جدًا، يا دوبك حتة صغيرة كده قطعة صغيرة كوّرتها وبعد كده ضغطت عليها ونزلت كده بوشّها كده في طبق اللي فيه الفول السوداني. بُصّوا قطعة صغيرة إزاي، وبابدأ أقفّلها كده من الحروف وبانزل بيها على طول في السوداني، وهاكمّل كل التشكيل بالشكل ده، تشكيل سهل وبسيط وهتطلع معايا كمية حلوة أوي، وريحة العجينة يا جماعة بتاعتها حلوة جدًا، كل اللي داقها بجد احتار في طعمها، وعجبت كل اللي داقها، لإن كمان طعمها ريحتها وهي في الفرن تحفة. كده أنا خلّصت كل التشكيل، بُصّوا طالع معايا صاج كبير كده ومليان ومحترم جدًا، دلوقتي بقى هادخّلها فرن ساخن على درجة حرارة 180، هتدخل الفرن حوالي 15 دقيقة و5 دقايق بس تحت الشواية، لغاية ما تاخد لون دهبي معايا مضبوط. مش قادرة أقول لكم الريحة في الفرن كانت عاملة إزاي، وهنا خرّجتها من الفرن، بُصّوا بقى الشكل عامل إزاي، ولا حاجة لازقة ولا أي حاجة، بُصّوا أنا باميّلها كده عشان أورّيها لكم، بُصّوا بتتحرك إزاي، ولا حاجة لازقة في الصاج ولا أي حاجة. دلوقتي بقى كان عندي كده برطمان صغير حوالي نُص كوباية كده من العسل الخفيف، والعسل دوّة كنت يعني شبه عسل البسبوسة بالضبط، يعني كان زايد منّي وكنت محتفظة بيه في التلاجة. بُصّوا بانزل كده حوالي معلقة صغيرة على كل قطعة، معلقة صغيرة خالص، بحيث إن أنا أدّيها لمعة وأطرّيها شوية. لو مش عندِك العسل دوّة تقدري تعملي نُص كوباية بس من السكر، عليها نُص كوباية من المَيّة، عصرة نُص ليمونة صغيرة خالص، وكمان رشة فانيليا.
وتاخد غلوة كده على النار 5 دقايق وبعد كده تطفي عليها على طول، يعني شربات خفيف. باسيبها بقى في الصاج لغاية ما تتشرب كل الشربات دوّة. بُصّوا شكلها كأنها قطع من البسبوسة. بتطلع معايا بقى دلوقتي بعد ما اتشربت الشربات، بيدّيها طعم حلو أوي. تقدروا تستغنوا عن الشربات وتزوّدوا السُكّر في الحلويات بتاعتنا دي. يعني بدل مثلًا ما تستخدموا معلقتين كبار هرميين من السُكّر، تقدروا تستخدموا 4 معالق كبار من السُكّر أو 5 معالق. دلوقتي بقى بعد ما خرّجتها كده في طبق التقديم، كان عندي صوص كراميل وصوص شوكولاتة. بدأت أزيّنها كده وهي مش محتاجة تزيين خالص. زيّنتها كده بس عشان شكل كده وحاجة كده تفرّح الولاد. عملت كده خطوط كده بصوص الشوكولاتة وبصوص الكراميل، والصوص ده فضل ثابت عليها لغاية آخر قطعة. مش قادرة أقول لكم بجد طعمها حلو قد إيه. حلويات سهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطة، ومكونات بسيطة جدًا وطلعت معايا طبق كبير ومحترم. بُصّوا شكلها كده كأنِك بالضبط جايباها من عند أكبر وأفخم حلواني. بجد شكلها حلو جدًا. بُصّوا، باحاول أقرّب لكم كده عشان أورّيكم المنظر. خطيرة، والسوداني كده لازق عليها وبجد شكلها تحفة. مش قادرة أوصف لكم بقى جمال الطعم، قد إيه خفيفة وحلوة جدًا، واحدة بتجُر واحدة كده، لإن لذيذة جدًا. جرّبوها يا حبايبي هتعجبكم أوي. حاجة كده مقرمشة من برّه وطرية وبتدوب حرفيًا من جوّه. واحفظوا بجد الوصفة دي لرمضان، لإن هتنفذوها وهتعجبكم جدًا. أتمنى يكون النهارده الفيديو والطريقة عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. وما تنسوش كمان تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدًا. ولايك للصفحة ودوسي على كلمة متابعة عشان يوصل لكم كل فيديو وكل جديد بانزّله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.